المبادرة في هذا اللقاء كانت من جانبي الزوار عن طريق اللاعب يطو في هذه التسديدة القوية التي حولها الحارس غول إلى ركنية. رد فعل المحليين جاء بعد ذلك في الدقيقة 37. اللاعب سمار وجها لوجه لكنه يضيع، وشوط أول انتهى من دون أهداف بعد هذه الرأسية التي لم تأتي بجديد. دخول اللاعب الملقاشي فوافي غير تماما مجريات اللقاء. هذا الأخير قدم الإضافة للشباب وكان وراء الهدف الأول لصالح الشباب. فوافي كان أول من سدد هنا، ثم بولمدايس وتسديدة قوية يتمكن من هز شباك الحارس فلاح. حدث ذلك في الدقيقة 51 من زمن المباراة. أمل الأربعاء وبعد عمل جماعي كاد أن يصل إلى شباك الحارس غول بعد تسديدة اللاعب يطو التي اصطدمت بالعارضة الأفقية. ومباشرة بعد ذلك ولا إثر عمل جبار قام به اللاعب فوفي، وبعد عرقلة اللاعب بولمدايس في منطقة العمليات الحكم ميال يعلن ضربة الجزاء. ضربة الجزاء التي حولها اللاعب بولمدايس إلى هدف ثاني. الشباب لم يكتفي بذلك وراح يهدد مرمى الزوار، ووراء كل الكرات الخطيرة نجد اللاعب فوفي الذي يقدم كرة على طبق هنا للجرابيس. هذا الأخير لم يفلح أمام الحارس فلح. أمل الأربعاء يرد بعد ذلك في عمل جماعي كاد أن يقلص على إثره الفارق لولا تألق الحارس غول هنا. آخر محاولة في هذا اللقاء الذي انتهى لصالح الشباب كانت تسديدة اللاعب سامر. ضمن الشوط الثاني عاودنا نقصنا من لا كونسونطراسيون ديك اللي كانت على الاكستريم، ونحاولنا يكون التركيز قليل بارابور لا بريمير ميتون. يحاولوا كيف يلعبوا جوست، ما يمدوش لي بال بيردو اللي كانوا اون بريمير ميتون كانوا بزاف، اون دوزيام ميتون ايزيتي موان، اللي خلاهم يعني يقدروا يخلقوا الفرص ويتحكموا في الكره كما ينبغي. Aujourd'hui, انا نظن باللي الفريق كان واقف في الميدان، واقف هنا بوكو جيني لادفيرسير، ولكن الهدف اللي سجلوا هدف وراء هدف، هذيك هي اللي زعما قطعت الرجلين تاع اللاعيبه، ولكن السياسي يميليت امبلومون لور فيكتوار.